بقالنا مدة طويلة جدا ما بنتكلمش عن أجهزة أونر، وده بحكم قلة الأجهزة اللي هي بتنزلها مؤخرا. ولكن بقى من فترة بسيطة أونر نزلت تليفون جديد علشان تنافس بيه في الفئة المتوسطة العليا، وهو الأونر 90. واللي احنا في فيديو النهاردة هنتعرف على كل مواصفاته وكل مميزاته وعيوبه وهل يستحق الشراء ولا لا. بس يا ريت في الأول تدعموني بلايك وشير، وكمان تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وكمان تشتركوا في قناتنا التانية قناة سراديب. أنا محمود طمان وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. الموبايل بيجي بتصميم عصري وشكله حلو جدا، هيخطف عينك وهتحب شكله وتحب تبص عليه على طول، وده من الجمال والحلاوه بتاع التصميم بصراحه. الموبايل للاسف بيجي بخامات تصنيع بالكامل من البلاستيك البوليكربونات، وده في الوقت اللي فيه تليفونات تانية كتير اقل منه في السعر بتيجي بخامات تصنيع من الازاز. ولكن جوده تقفيل وتصنيع الموبايل ممتازه، وكل حاجه في التليفون معموله باهتمام، وطبعا ده هيخلي الموبايل يعيش ويستحمل معاك اكتر. والسيت اب بتاع الكاميرات شكله حلو جدا ومختلف، ولكنه بارز شويه عن ظهر التليفون. وبرده المميز في تصميم الموبايل ده انه سمكه نحيف، وده مزود من الشياكه بتاعته. والابعاد والوزن بتاع الموبايل مناسبين جدا، وده هيخلي استخدامك للموبايل مريح وهتتعود عليه بسرعه. فنقدر نقول بصفه عامه ان تصميم الموبايل هو من اهم مميزاته، وهيعجبك جدا ولا ماليش عليه اي تعليق سلبي. الشاشه بتاع الاونر 90 هي من اهم واقوى الايجابيات اللي موجوده في التليفون. فالموبايل بيجي بشاشه كامله بالتصميم الجديد اللي بثقب دوت ديسبلاي، والثقب ده حجمه صغير جدا وبيجي في نص الشاشه من فوق. والشاشه مساحتها كبيره جدا 6.7 بوصه من نوع اموليد، وهي شاشه كيرفي منحنيه الاطراف، وبتيجي بدقه 2664 في 1200 بكسل، وده هيدينا 435 بكسل لكل بوصه في الشاشه، ودي كثافه بكسلات ممتازه جدا. الشاشة جايبة بعد عرض كبيرة 20:9، وبتستحوذ على 90.8% من حجم الواجهة بتاع التليفون كله. ولكن بقى للأسف الشاشة دي ما عليهاش أي طبقة حماية من أي نوع، ولكن التليفون بيطلع من العلبة بتاعته متركب عليه سكرين. ولما نيجي بقى نتكلم عن الأداء بتاع الشاشة، فالشاشة الأموليد دي هتقدم لك أداء رائع، وده من حيث درجة الحدة والتشبع والسطوع بتوع الألوان اللي بيظهروا على الشاشة دي. هتحس كده إن الشاشة بتبرق من جمالها وحلاوتها، وهتحس كده إنها شاشة بلورية، خصوصا ان الشاشه دي بتيجي بمليار لون، وده بالتالي هيخلي اي الوان تظهر على الشاشه تكون في منتهى الدقه والوضوح، والكلام والتفاصيل والايقونات اللي بيظهروا عليها بيكونوا واضحين ومتشافين بشكل ممتاز. وبرده من المميزات القويه جدا في الشاشه دي انها بتدعم تقنيه ال HDR10 بلس، واللي بالتالي هتحسن جدا من جوده اي فيديو او محتوى بيتم عرضه على الشاشه دي. وبرده من المميزات المهمه جدا فيها انها تيجي بمعدل تحديث ريفريش ريت 120 هرتز، واللي بالتالي هيخلي اي حاجه تشتغل على الشاشه بتاع الموبايل سواء فيديوهات او جيمز تشتغل معاك بشكل سموز وسلس وانسيابي جدا. والميزه دي هتحس باهميتها اكتر وانت بتلعب جيمز على الموبايل. والشاشه الكيرف دي مزوده جدا من شاشه التليفون، وكمان بتديك معدل ومساحه رؤيه اكبر. وكمان الشاشه دي فيها ميزه مهمه جدا، وهي انها تعتبر الشاشه الاقل في معدل الوميض فليكرنج، وده بالتالي هيعمل حمايه لعينك من الاشعه اللي طالعه من الشاشه، خصوصا لو انت بتستخدم الموبايل لمده طويله. ودرجة سطوع الشاشة دي ممتازة، فانت مش هيقابلك اي مشكلة خالص وانت بتستخدمها تحت اشعة الشمس المباشرة، وده لانها بتيجي ب 1600 نتس. حواف واطراف الشاشة حجمهم صغير جدا تقريبا مش موجودين، وده مع الشاشة الكيرف الكبيرة دي اللي بنوعية ودقة ممتازين هتقدم لك اداء هايل جدا في مشاهدة وعرض اي محتوى عليها من اي نوع، وهي تعتبر من افضل واقوى الشاشات اللي موجودة في فئتها السعرية. الاداء بتاع الموبايل هو من الحاجات اللي هتعجبك جدا في التليفون. فالاونر 90 بيجي بمعالج من كوالكوم هو السناب دراجون 7 جين 1 اكسلريتد اديشن، فدي النسخه المعدله او المحسنه من المعالج اللي قبل ده وهو السناب دراجون 7 جين 1، واللي هتقدم لك اداء اسرع. فالمعالج ده معالج اوكتا كور ثماني النواه، واللي بيجي بتردد 2.5 جيجا هرتز بدقه تصنيع 4 نانومتر، مع معالج رسومي وهو الادرينو 644. الموبايل بيجي باكتر من اصدار من الساعه التخزينيه والرامات، اعلاهم بتيجي بسعه تخزين 512 مع 16 جيجا رام. ولما نيجي بقى نتكلم عن الاداء بتاع الموبايل، فبصراحه هو هيقدم لك اداء ممتاز جدا، وده في كل المهام والاستخدامات. يعني في المهام اليوميه المعتاده زي استخدام تطبيقات السوشيال ميديا والتصفح والمكالمات والحاجات دي كلها، التليفون هيقدم لك اداء جبار. هتقدر انك تستخدم كل التطبيقات دي من غير ما يقابلك اي تهنيج او لاج في الموبايل. وبرده اداء التليفون في المالتي تاسكينج او المهام المتعدده هيكون اداء ممتاز جدا، وهتقدر انك تفتح اكتر من تطبيق في الخلفيه وتتنقل ما بينهم بشكل سلس وسريع، وده مهما كانت التطبيقات دي تطبيقات كبيره او تقيله. وبرده التليفون هيقدر انه يحتفظ بالتطبيقات دي لمده طويله في الخلفيه من غير ما يقفلهم، وده علشان السعه الكبيره بتاع الرامات. وبرده اداء التليفون في الجيمز هيكون اداء محترم جدا، يعني انت هتقدر تلعب كل الجيمز الخفيفه والمتوسطه من غير ما يقابلك اي تهنيج او لاج في التليفون.
وبرضه في الجيمز التقيله اللي بجرافيك عالي فادائها هيكون اداء ممتاز جدا برضه، وهتقدر انك تلعب الجيمز دي على اعلى اعدادات جرافيك من غير ما يقابلك اي تهنيج خالص في الموبايل. فالتليفون هيقدم لك اداء ممتاز جدا سواء في الاستخدامات اليوميه او في الجيمز، وهتقدر انك تعتمد عليه بشكل كامل في كل الحاجات دي من غير ما تقلق خالص ان يقابلك اي مشكله في الاداء. الموبايل جاي بكاميرا خلفيه ثلاثيه. الكاميرا الاساسيه بتيجي بدقه 200 ميجا بكسل بفتحه عدسه f 1.9، والكاميرا الثانيه فهي كاميرا الترا وايد الخاصه بالتصوير بزاويه واسعه وبتيجي بدقه 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه f 2.2، والكاميرا الثالثه والاخيره فهي الخاصه بعامل العزل او وضع البورتريه وبتيجي بدقه 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه f 2.4. ولما نيجي بقى نتكلم عن الاداء بتاع الكاميرات، فالكاميرات دي بصراحه هتقدم لك اداء ممتاز. يعني في الاضاءه القويه او في ضوء النهار هتقدر باستخدام الكاميرا الاساسيه بتاع الموبايل انك تاخد بيها صور هايله، وده من حيث درجه الحده والتشبع والسطوع بتوع الالوان اللي بيظهروا في الصور. هتحس كده ان الصور منوره من جمالها وحلاوتها، كل حاجه بتكون واضحه بشكل مثالي في الصور دي، الالوان مظبوطه ودرجه حدتها وتشبعها ممتازين، وكميه التفاصيل اللي بتظهر في الصور بتكون كتيره ودقيقه. وفي الاضاءه الضعيفه او الليليه فالصور بتفضل محافظه على جودتها بشكل كبير جدا، وكميه النويز والتشويش اللي بيظهروا فيها بيكونوا اقل ما يمكن. وبرده الكاميرا دي هتقدم لك تجربه بورتريه 2 اكس ممتازه. اما بقى بالنسبه للكاميرا الثانيه الالترا وايد فانت هتقدر باستخدامها انك تاخد صور واسعه باكبر مساحه ممكنه، واللي ادائها في ضوء النهار هيكون اداء محترم جدا. الصور اللي هتاخدها بالكاميرا دي هتكون صور ممتازه وهتعجبك. وفي الاضاءه الضعيفه او الليليه فهي بتفضل برده صور محترمه، اي نعم بيظهر فيها شويه نويز وتشويش، ولكن ده طبيعي جدا في الكاميرات الالترا وايد، ولكنها بتفضل صور جيده جدا. وهتقدر باستخدام الكاميرا الثالثه بتاع العزل او البورتريه انك تحدد اطراف الصور وتعزل الخلفيه بشكل كويس. اي نعم بيظهر في الصور بتاع الكاميرا دي شويه غلطات، ولكنها بتفضل صور محترمه وتأدي الغرض معاك بشكل ممتاز. وبرده من المميزات المحترمه في الكاميرا دي انها بتدعم تصوير فيديو بجوده 4K بدقه 2160 بكسل ب 30 فريم في الثانيه، وبجوده فول اتش دي بلس بدقه 1080 بكسل ب 30 و60 فريم في الثانيه. والكاميرا دي موجود فيها مثبت الكترون AIS علشان يمنع اهتزاز الفيديو وانت بتصور. وبرده من اهم واقوى المميزات اللي موجوده في الموبايل هي الكاميرا السيلفي او الكاميرا الاماميه بتاعته. فالتليفون بيجي بكاميرا اماميه واحده بدقه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه f 2.4 واللي بتدعم الاوتو فوكس. وهتقدر باستخدام الكاميرا دي انك تاخد صور سيلفي ممتازه جدا، هتقدر تعتمد عليها بشكل كامل انك تاخد بيها صور سيلفي في المناسبات، هتكون صور ممتازه، والصور دي هتعجبك جدا، وده سواء بالليل او بالنهار. وهي تعتبر بصراحه من اقوى واحسن الكاميرات السيلفي اللي موجوده في الفئه السعريه دي، وفي الفئات السعريه الاغلى كمان. وبرده من المميزات بتاعتها انها بتدعم تصوير فيديوهات بجوده 4K. وبرده مع ذكر المميزات الكتير اللي موجوده في الموبايل هنتكلم عن البطاريه. فالتليفون بيجي ببطاريه كبيره بسعه 5000 ملي امبير. نعم ده مش اكبر سعه بطاريه موجوده في الوقت الحالي، ولكنها هتكون ساعه كافيه جدا بالنسبه لك وهتكمل معاك اليوم كله من غير اي مشكله خالص، خصوصا ان المعالج اللي موجود في الموبايل ما بيستهلكش كتير من طاقه البطاريه. ولكن المميز جدا في البطاريه دي انها بتيجي بقدره شحن سريعه جدا 66 واط، واللي هتقدر من خلالها انك تشحن التليفون بتاعك من 0 ل 100% في ساعه بالظبط، وده هيكون من خلال منفذ USB تايب سي. وبرده من المميزات اللي موجوده في البطاريه دي انها بتدعم الشحن العكسي وده بقدره 5 واط، علشان تقدر تستخدم التليفون كباور بانك تشحن بيه اي جهاز تاني. الموبايل بيجي باحدث نظام تشغيل اندرويد 13 مع احدث واجهه مستخدم من اونر وهي الماجيك OS 7.1، والواجهه دي بتدعم خدمات جوجل بشكل كامل ورسمي علشان تكون مطمن جدا من الناحيه دي. فانت هتقدر تستخدم كل تطبيقات جوجل بشكل رسمي من غير اي مشكله خالص. والواجهه دي واجهه كويسه ما فيش فيها اي بجز او مشاكل كتير ممكن تضايقك، وبرده فيها مميزات تانية كتير هتعجبك، زي انها بتدعم وضع الدارك مود بالكامل، وهتقدر من خلالها انك تعمل نسختين من تطبيقات السوشيال ميديا وتقسم الشاشه لجزئين علشان تستخدم تطبيقين في نفس الوقت. التليفون بيدعم تركيب شريحتين من نوع نانو سام، والشريحتين دول بيدعموا الاتصال بشبكات الجيل الخامس ال 5G. ولكن بقى الموبايل ما بيدعمش تركيب كارت ذاكره خارجي مايكرو SD كارد، وده ما يعتبرش عيب في الموبايل لان التليفون بيجي بسعه تخزينيه كبيره. التليفون بيجي بمستشعر بصمه اسفل الشاشه، والمستشعر ده اوبتيكال، وعلشان كده اداؤه هيكون ممتاز جدا من حيث الدقه والسرعه بتاعته. كمان التليفون بيدعم خاصيه الفيس انلوك علشان تقدر تفتح التليفون بتاعك باستخدام بصمه ولاد الفيس ID، واللي بتشتغل بشكل ممتاز جدا من حيث دقتها او سرعتها. ولكن بقى للاسف من السلبيات اللي ما عجبتنيش خالص في التليفون هو انه ما بيجيش بسماعات ستيريو، ودي حاجه بصراحه انا شايفها عيب كبير في الموبايل. فالتليفون بيجي بسماعه وحيده مونو على اليمين واللي صوتها متوسط من حيث العلو او النقاء بتاعها. الموبايل بيجي بمستشعرات التقارب والتسارع والضوء المحيط والبوصله والGPS اللي في الجهاز ده كويس جدا من حيث الدقه او السرعه بتاعته. وكمان التليفون بيدعم تركيب وصلات الأوتو جي، وموجود فيه مستشعر NFC لاتصال قريب المدى ومستشعر جيروسكوب.
ولكن بقى للاسف التليفون ما فيهوش راديو اف ام ولا مستشعر اي ار، وغير مقاوم للماء والغبار وده باي معياريه، وده برضه للاسف من الحاجات السلبيه اللي موجوده في التليفون. وبيجي باصدار بلوتوث 5.2. الموبايل بيجي باربع الوان، اسود وفضي واخضر زمردي وازرق طاووسي. وعلبه التليفون بيجي فيها الشحن السريع وسلك توصيل يو اس بي تايب سي وجراب للموبايل ودبوس درج الشريحه والضمان وكتاب التعليمات. وسعر البيع لاقل نسخه من الموبايل اللي هي 256 مع 8 جيجا رام $450. اول ما التليفون يكون متاح للبيع في السوق هسيب لكم لينكات الشراء تحت في صندوق الوصف علشان اللي حابب يشتري التليفون ده. الاونر 90 هو موبايل مميز جدا من تليفونات الفئه المتوسطه العليا، وبيقدم لك مواصفات اكتر من هايله، من اول التصميم الشيك والعصري جدا والشاشه الكيرف اللي بجوده ونوعيه ممتازين والاداء القوي المحترم في كل المهام والاستخدامات والكاميرات الجباره سواء الخلفيه او الاماميه، وكمان بطاريه كبيره بشحن سريع جدا، وكل المميزات الكتير التانية اللي اتكلمنا عنها اللي موجوده في الموبايل. كل الحاجات دي مع بعض هتكون اكتر من كافيه لاستخدامك، والموبايل هيلبي كل احتياجاتك مهما كانت مختلفه ومتنوعه، وعلشان كده يعتبر من احسن الاختيارات في فئته السعريه. وطبعا احب اشوف ارائكم وانطباعكم عن التليفون ده في التعليقات اسفل الفيديو. في نهايه الحلقه بشكر كل واحد شاف الفيديو للنهايه، وطبعا ما تنساش اللايك والشير، ولو ده اول مره تشوفني فيا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان تكون اول واحد يشوف الحلقات الجديده. بشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.